جحا والأسرار السبعة من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وتقول لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جحا، راح جحا علشان يصلي صلاة الجمعة. الواعظ صعد على المنبر وقعد يخطب في الناس ويقول لهم اللي يقول بعد صلاة المغرب لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يبني له بيت في الجنة. رد عليه جحا وقال له طيب قول لنا الكلمة اللي انت قلتها علشان تبني بيت جنب بيت القاضي. بصله كده الواعظ وقال له وانت مالك انت يا جحا؟ رد عليه جحا وقال له انا الحمد لله كويس. رد الواعظ وقال له لا، انا قصدي وانت مال اهلك يا جحا؟ رد جحا وقال الحمد لله اهلي كويسين. الناس اللي كانوا قاعدين في المسجد قعدوا يشخطوا في جحا ويزعقوا له ويقولوا له اقعد ساكت يا جحا. رد جحا وقال طيب بقى كده، رفع ايده للسماء وقال يا رب لو كانوا دول غلط خدهم علشان انا ارتاح منهم، ويا رب لو كنت انا اللي غلطان خدهم علشان يستريحوا مني خالص. غضب المصلين في المسجد، لكن الواعظ أمرهم بالهدوء وإنهم يمسكوا أعصابهم وأمرهم إنهم يقعدوا. وبص لجحا وقال له يا جحا أنا هحاول أنسى يا جحا اللي أنت قلته، فالنسيان نعمة من الله يا جحا. رد عليه جحا وقال له طيب والنسيان في الامتحان برضو نعمة؟ ولو انت حافظ صورة من القرآن وجيت علشان تسمعها وانت نسيتها دي برضو نعمة؟ ولو انت مخبي فلوس في مكان ورحت علشان تبص على الفلوس نسيت انت مخبيها فين دي برضو نعمة؟ رد عليه الواعظ وقال له يا جحا انت راجل مجادل يا جحا، كده ما ينفعش يا جحا. انت يا جحا بتتعلم العلم علشان خاطر تبارز بيه اهل العلم يا جحا وتتبين بيه قدام الناس. رد عليه جحا وقال له انت ما تعرفش يا جناب الواعظ اللي انا عندي الاسرار السبعة اللي محدش يعرفها غيري؟ الواعظ سأل جحا وقال له أسرار إيه يا جحا اللي أنت بتتكلم فيها؟ رد عليه جحا وقال أنا عندي أسرار سبعة محدش يعرفها غيري. قال له يعني زي إيه يا جحا؟ رد وقال يعني مثلا أنا عندي سر الكلمة اللي بتتقال قبل الزحف المغولي والقضاء على الأخضر واليابس. بدأ الناس اللي في المسجد يتكلموا مع بعض ويتهمسوا ويقولوا ايه كلمة السر بتاعت الزحف المغولي والقضاء على الأخضر واليابس دي ما يعرفهاش غير السلطان تيمور لنك، وكمان قائد الجنود بطاش، وكمان الوزير صياح، محدش يعرفها غيرهم. جحا يعرف أسرار الدولة؟ جحا قال السر التاني كمان سر اللغة العربية. اللغة العربية هزمت وقهرت كل اللغات، لكن مين بقى اللي هزم وقهر اللغة العربية؟ أنا عندي السر ده. الناس قعدوا يبصوا لبعض يقولوا اللغة العربية لغة القرآن إزاي؟ قال جحا وكمان أنا ممكن أعرف سر اللي كان بيتكلم عليك في المجلس. أول ما تيجي أنا ممكن أقول لكم إزاي تعرف اللي كان بيجيب سيرتك من وراك، وكمان الضمائر عند الزوجة. رد وقال الواعظ ايه ده، هو في ضمائر للزوجة غير الضمائر اللي في اللغة العربية اللي احنا عارفينها؟ رد وقال ايوه طبعا الزوجة ليها ضمائر غير ضمائر اللغة العربية، انا اللي اعرفها. وكمان اعرف لما الام بتعمل لعيالها كوباية عصير او كوباية لبن، لما بتديهم الكوباية بتقول لهم كلمة، ايه الكلمة اللي كل الامهات بتقولها؟ رد الواعظ وقال اكيد يا جحا الام هتقول خلص الكوبايه كلها. جحا قال له لا. قال له يا جحا هتقول له ايه يعني بالهنا والشفا؟ جحا قال لا، في كلمه كل الامهات بتقولها. وكمان سر المرأة العاقلة ازاي بتساعد زوجها، انا عندي اسرار سبعة محدش يعرفها غيري. خرج جحا من المسجد بعد الصلاة
والناس قعدوا يتكلموا على جحا، مش فاهمين جحا ده عاقل ولا مجنون، ذكي ولا غبي، محتارين في أمره. جحا أخد بعضه وراح على بيته. أول ما روح سمع مراته بتضرب العيال. مرات جحا بتضرب عيالها، وهي بتضربهم بتقول لهم، يقولوا له خلاص يا ماما، خلاص يا ماما، وهي تقول لهم انا مش امكم، انا مش امكم. دخل جحا وقال لمراته مرزوقه، ما دام انتي مش امهم ازاي تضربي عيال الناس كده؟ مش حرام عليكي تضربي عيال الناس؟ ردت مرزوقه وقالت له، انت ما تعرفش عيالك عملوا ايه يا جحا. انا حطيت طبق الرز وقعدوا يلعبوا، وبعدين ضربوا طبق الرز، زقوه ووقعوه يا جحا، زي ما انت شايف الارض كلها احتاست بالرز. يلا يا جحا ايدك معايا علشان نلم الرز اللي في الارض ده. بص لها كده جحا وقال، ايه ده؟ ايدي معاكي ازاي؟ امال الايد اللي عندي دي بتاعت مين؟ مين اللي خد ايدي؟ مرزوقة قالت له، ايدك معايا مش معناها ان انا قطعت ايدك وخدتها معايا يا جحا، لا، ايدك معايا يعني تعالى لم معايا الرز ده يا جحا. بقول لك ايه يا جحا، انا هكنس الرز وانت اخطف رجلك لغاية المطبخ، هات بلاستيكة او حاجة احط فيها الرز اللي انا هلمه. جحا بص لها وقال، ايه اخطف رجلي؟ لا طبعا، ده الخطف ده مجرم وممنوع، ده ممكن القاضي يحبسني لو انا خطفت حاجة. مرزوقة مرات جحا قعدت تتعارك مع جحا، وبعدين كانت حماد جحا ام مرزوقة كانت موجودة، وجحا ما كانش يعرف. طلعت حماد جحا وقعدت تزعق لجحا وقالت له، ايه يا راجل انت، هو انت غبي ما بتفهمش؟ بص لها كده جحا وقال، حماتي العزيزة، ازيك، عاملة ايه يا حماتي العزيزة؟ ردت حماد جحا وقالت له، الحمد لله يا جحا انا كويسة، ما عدتش تسأل عليا تاني. رد جحا وقال، لا، انا بسأل عليكي علشان اشوف ربنا استجاب الدعوات اللي انا بدعيها عليكي ولا لا، ولا اكمل دعاء. حماد جحا قالت له، ده انت نهارك مش فايد، بتدعي عليا يا جحا؟ مرات جحا قعدت تصوت وتقول، اكيد جحا سكران، تلاقي جحا شارب حاجة، حد ضحك عليه وشربوه خمرة. وقعدت مسكت في جحا وقعدت تصوت، ولمت الجيران، كل الجيران اتلموا على جحا وراحوا ومسكوه. قالوا في ايه؟ قالت لهم، جحا جايري سكران من بره، الناس جايه من الصلاه وهو مش عارف بقى كان فين وجاي منين. جحا لقى شكله وحش قدام الناس لان مراته عماله تضرب فيه. جحا عمل نفسه سكران بجد وقعد يقول لمراته، سيبيني سيبيني يا ست انتي، اوعي ايدك كده، انا متجوز، انا محدش يمسك ايد الا مراتي بس، اوعي ايدك دي، ابعدي عني. وزق مرزوقه قدام الناس وزق حماته وقال لهم، اوعوا كده، امشوا اطلعوا بره، البيت ده ما يدخلوش الا حماتي العزيزه وزوجتي بس. الجيران قعدوا يخبطوا على جحا ويقنعوه ان مرزوقه دي تبقى مراته وان امها تبقى حماته. اقتنع جحا وفتح الباب ودخلهم. مراته قالت له، بقى كده يا جحا، بقى انت تعمل الشويتين دول عليا يا جحا؟ طب ايه رأيك بقى ان انا ما عدتش عامله لك اكل تاني، اياك يا جحا تاكل من الاكل اللي انا هطبخه لك، خسارة فيك اللقمة اللي انا بعملها لك. رد جحا وقال، ايه ده، هو الاكل اللي انت بتعمليه ده اسمه اكل يا شيخة روحي؟ ده انت اكلك ده ما يتاكلش، انا لو هموت من الجوع كده عمري ما انا واكل من اكلك تاني. قالت له، طيب يا جحا خليك بقى قد كلمتك. جحا فضل يا عيني طول النهار جعان. جحا جعان استنى لما مراته نامت ولما حماته نامت، اتأكد انهم نايمين. جحا قال، اتسحب واروح المطبخ واشيل غطا الحلة واقعد اكل براحتي. راح جحا بالليل وشال غطا الحلة، ولسه هياكل غطا الحلة وقع من جحا على الأرض، وقعد يلف 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 ويعمل صوت عالي خالص خالص. وجحا يقول له، الله يخرب بيتك فضحتنا، الله يخرب بيتك، في ايه كل ده؟ والغطا عمال يلف 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 ويعمل صوت عالي. قامت مرات جحا وحماته وجريوا على المطبخ وشافوا جحا وهو فاتح الحلة ويا عيني بقه متلحوس طبيخ، لسه يا جحا يا عيني بياكل أول لقمة
قاموا وشافوه، ومراته قعدت تشتمه وتهزق فيه. قالت له: ها انت عشان تعرف بس اللي انت مش قد كلامك يا جحا. تاني يوم الواعظ راح لجاره القاضي وحكى للقاضي على اللي حصل من جحا، وقال له: يرضيك ان جحا يقاطعني وقت الخطبة؟ هو ينفع حد يتكلم وقت الخطبة؟ وكمان قعد يجادلني ويقول لي قدام الناس: قول لي الكلمة اللي انت قلتها علشان تبني بيت جنب القاضي. وقال له كمان ان جحا بيقول انه عنده الاسرار السبعة، ان العلماء والحكماء ما يعرفوهاش. القاضي جاب الحارس وقال له: روح لبيت جحا وقول له القاضي عايزك يا جحا تجيله بعد صلاة العصر. راح الحارس في الصباح، خبط على باب جحا وقال له: سيدنا القاضي عايزك تروح له بعد العصر. رد جحا وقال له: خير، في حاجة؟ قال له: معرفش، لكن سيدنا القاضي عايزك تروح له بعد صلاة العصر. قال له: حاضر. وبعدين جحا عايز يروح عند القاضي بيته بعيد. فكر جحا: اروح ازاي عند القاضي؟ الحمار بتاعي عيان. طب وبعدين اعمل ايه؟ بس اخد حمار جاري. فتح جحا باب بيته علشان يروح لجاره وياخد حماره يروح مشوار للقاضي ويرجع تاني. جحا وهو ماشي كده فتح باب بيته وخرج، نزل اول سلمة وقعد يفكر ويقول: انا دلوقتي لما اروح لجاري واقول له انا عايز الحمار بتاعك هيقول لي: طيب خده وما تغيبش الحمار يا جحا. نزل جحا تاني سلمة وبعدين قال لنفسه: دلوقتي هيقول لي كمان ما تتعبش الحمار وتحمل عليه كتير يا جحا. نزل جحا تالت سلمة وقال: بعد كده هيقول لي تلاقي هيوصيني على حماره وهيقعد يقرفني ويقول لي: ما تنساش يا جحا تأكل الحمار وتشربه يا جحا. نزل جحا كمان درجة من السلم وهو بيقول: هيقول لي كمان: خلي بالك من الحمار يا جحا لحد يسرقه. كل ما جحا ينزل تيجي في دماغه فكرة، لغاية جحا ما وصل عند بيت جاره. خبط جحا على الباب. جار جحا فتح الباب. جحا قال له: بقول لك ايه، طز فيك انت وحمارك، انا مش عايز منك حاجة. واخد بعضه ومشى. وجار جحا مستغرب، هو في ايه اللي خلى جحا يعمل كده؟ قرر جحا انه ياخدها مشي وانه ما يستلفش الحمار بتاع جاره. القاضي قال لجحا: يا جحا، اللي انت عملته في المسجد خطأ يا جحا. ازاي تقف وتتحدى الواعظ وازاي تتهمه اتهامات خطيرة يا جحا؟ انت بوظت لهم صلاة الجمعة يا جحا، ده مسجد ما ينفعش فيه جدال يا جحا. رد عليه جحا وقال: انا عارف اللي انا غلطان وانا بستغفر الله سبحانه وتعالى، بس انا كان قصدي ان انا اعمل كده علشان انا عارف ان الواعظ ده جارك واكيد هيوصل لك الكلام اللي انا هقوله، فانت تستدعيني علشان انا كنت عايزك في امر خطير، وكل ما اجيلك الحرس والحجاب يمنعوني ويقولوا جناب القاضي او سيدنا القاضي عنده احكام وعنده قضايا وعنده شغل كتير، القاضي مش فاضي خالص. فقلت اخليك انت اللي تستدعيني يا سيدنا القاضي. ضحك القاضي وقال له: طيب يا جحا، حكمي عليك يا جحا نظير ما انت زعلت الامام واهل المسجد اللي انت قعدت تدعي عليهم يموتوا دول يا جحا، نظير كده انت لازم تعمل لهم عزومة يا جحا، تعمل عزومة كبيرة وتعزم الناس اللي كانوا في المسجد والواعظ عندك. كلهم وافقوا وكانوا مبسوطين، وجحا قال له: انا موافق يا سيدنا القاضي، لكن انا رجل فقير معيش الفلوس اللي تأكل الناس دي كلها، علشان كده انا كنت عايز اقابلك، انا بصراحة كان نفسي اشتغل معاك في دار القضاء. رد القاضي وقال له: عايز تشتغل ايه في دار القضاء يا جحا؟ رد جحا وقال له: اشتغل اي حاجة، ان شاء الله حارس او حتى قاضي مكانك. قعد يضحك القاضي وقال له: يا اما عايز تشتغل حارس يا اما تشتغل قاضي، خلاص يا جحا اشغلك قاضي يا جحا. جحا ما بقاش مصدق، قال له: ايه بجد يا سيدنا القاضي انت هتقعدني مكانك؟ قام القاضي من مكانه وقال له: تعال اتفضل يا جحا، اقعد مكاني يا جحا وشيل عني هم القضاء،
انت ما تعرفش ان القضاء ده صعب ولا ايه؟ رد جحا وقال ايه الصعوبة؟ انا قاعد ما بعملش حاجة، اما للفلاح اللي بيزرع في ارضه ده يبقى ايه؟ قعد جحا مكان القاضي وأمر الحاجب إنه يدخل أول ناس. دخل ناس وجحا قعد يسمع منهم، قعد يسمع يسمع يسمع، عرف إن الناس التانيين هم اللي غلطانين. دخل الخصوم اللي كانوا متعاركين معاهم، قعدوا يتكلموا مع جحا. جحا لما سمع الناس التانيين قال لأ، ده دول بريئين، التانيين هم اللي غلطانين. رجع تاني جاب الرجالة الأولانيين. القصة كانوا 2 جيران متعاركين مع بعض، عيلتين. جاب العيلة الأولانية سمع منها، أول ما سمع منها قال لهم انتوا معاكوا حق، التانيين اللي غلطانين. جاب العيلة التانية لما سمع منها قال لهم لا، التانيين هم اللي غلطانين وانتوا معاكوا حق. جحا يا عيني مش عارف يحكم، مش عارف مين اللي معاه الحق. قرر جحا انه يواجه العيلتين ببعض. اول ما جابهم الاتنين قصاد بعض، العيلتين مسكوا في بعض وقعدوا يضربوا بعض ضرب شديد، لدرجة ان جحا قام وطلع يجري من دار القضاء وقال للقاضي اعزلني اعزلني يا سيدنا القاضي، خلاص انا مش عايز شغلانة القاضي دي شغلانة صعبة جدا، ده انا كنت هموت. قعد القاضي وسمع من العيلتين وحكم القاضي بينهم، وبعدين ندى على جحا وقال له تعالى يا جحا، انت كده من اول حكم تاخد بعضك وتجري يا جحا؟ استنى يا جحا. قال له لا، انت ما تخلينيش احكم في المشاكل اللي بين العيلتين، ده العيلتين كانوا هيموتوني وانا قاعد. رد جحا وقال له بص شوف لي كده واحد حرامي واحد سارق كده، يعني حاجة خفيفة. ضحك القاضي وقال له حاضر يا جحا. واحد حرامي دخل وقعد جحا يبص للحرامي، والحرامي شكله يخوف. خاف جحا من الحرامي، جحا خايف لا ينطق بالحكم فالحرامي يأذيه. جحا قال للقاضي لا، انا مش عايز ابقى قاضي، انا عايز ابقى حارس من الحراس، شغلني جندي عندك هنا في دار القضاء، وانا اسمع ان برضو الجنود هنا بياخدوا مبالغ كويسة. القاضي قرر انه يعين جحا احد الحراس. وبعدين دخلت واحدة وقعدت تعيط للقاضي وقالت له الحقني يا سيدنا القاضي، الحقني يا سيدنا القاضي. القاضي قال لها في ايه مالك يا ست؟ ردت وقالت له جارنا يا سيدنا القاضي، جارنا عمار النجار سرق المعزة بتاعتي يا سيدنا القاضي. القاضي قال لها انا دلوقتي هروح واستدعيه، هو ساكن فين؟ قالت له في اخر المدينة يا سيدنا القاضي هتلاقي بستان، هو هناك ساكن عند البستان، قول بس فين عمار النجار وروح البستان هتلاقيه. القاضي ندى على جحا وقال له تعالى يا جحا، انا عايزك تروح لعمار النجار وتجيبه في ايدك. عمار النجار ده هتلاقيه ساكن عند البستان، روحوا هاتوا يا جحا وشوف وعلشان وفتش بيته وشوفوا هل فعلا سرق معزة ولا لا. راح جحا وسأل على بيت عمار النجار. واحد أول ما سمع عمار النجار قال له نجار، انت لو بتسأل عليه يا جحا علشان تعمل عنده عفش او كرسي او اي حاجة، انصحك تشوف واحد غيره ما بيفهمش في النجارة يا جحا. رد جحا وقال طب دلني على بيته. راح جحا لقى بيت عمار النجار ولقى شجرتين هناك. جحا ما راحش وما دخلش اصلا بيت عمار النجار، رجع تاني عند القاضي. القاضي قال له فين عمار النجار؟ انا مش قلت لك يا جحا تجيبه في ايدك؟ رد عليه جحا وقال مولانا السلطان الست دي كذابة. رد القاضي وقال له انا مش السلطان يا جحا، ما تودنيش في داهية، انا حضرة القاضي يا جحا. قال له ايوه ايوه يا سيدنا القاضي، الست دي كذابة يا سيدنا القاضي، خليها تمشي من هنا. قال له كذابة ليه بس يا جحا؟ رد جحا وقال هي قالت عمار النجار، ولا بيفهم في النجارة ولا بيعرف اي حاجة، الناس كلها قالوا لي انه ما بيعرفش اصلا يعمل اي حاجة وشغله كله بايظ يا مولانا القاضي. وبعدين لما رحت هناك قعدت تقول ساكن عند البستان، هم حتة شجرتين وحتة وردتين خلتهم لي بستان. القاضي قال له بقول لك ايه يا جحا، خد الفلوس والاموال اهي يا جحا وابعد خالص عن دار القضاء يا جحا.
بس يا جحا أنا علشان أعطيك أموال يا جحا وأنا ليك عليا يا جحا هعمل عزومة على حسابي. هعزم الأهل المسجد كلهم عندي في ساحة البيت الكبير اللي قدام البيت بتاعي، في ساحة كبيرة هعمل فيها مائدة عظيمة وهدعي فيها انت يا جحا وكل اهل المسجد والواعظ. بس يا جحا وهديك اموال كمان، بس انا عايزك تقولي ايه هي الاسرار السبعة اللي انت مش عايز تقولها لاي حد يا جحا. انا سمعت ان كتير من العلماء والحكماء سألوك ايه هي الاسرار السبعة وانت مش عايز تقول. قال له انا هقول لك يا مولانا القاضي، لكن انت وعدتني لو قلت لك على الاسرار السبعة انت هتعمل العزومة وتديني كيس مليان دنانير. قال له انا عندي كلمتي يا جحا. رد جحا وقال له طيب. القاضي سأل جحا وقال له إلا قل لي يا جحا، ما هي الكلمة التي تقال قبل الزحف المغولي والقضاء على الأخضر واليابس؟ رد عليه جحا وقال له الكلمة دي يا مولانا السلطان لما انت تقول للواحد تعالى كل فهو يقول لك انا مش جعان بس هقعد كده انقنق شوية، يعني كل لقمة صغيرة بس كده وخلاص. الكلمة دي يا مولانا السلطان بتتقال قبل الزحف المغولي والقضاء على الأخضر واليابس على الطبلية أو الترابيزة أو المائدة. قعد يضحك القاضي وقال لجحا طب قول لي يا جحا، انت قلت ان الست لما بتدي لعيالها كوباية فيها عصير او لبن بتقول لهم ايه؟ رد جحا وقال اي ام لما بتدي عيالها كوباية فيها عصير او لبن بتقول لهم انا حاسة ان الكوباية دي هتتقلب على الارض. ضحك السلطان ضحك القاضي وقال له طب قول لي يا جحا ازاي المرأة العاقلة بتعامل زوجها يا جحا؟ رد جحا وقال المرأة العاقلة لا تتزوج يا مولانا القاضي، هي لو عاقلة هتروح تتجوز وتغسل مواعين وتغسل هدوم وتربي عيال يطلعوا عينيها؟ لا، الست العاقلة ما بتتجوزش خالص. القاضي سأل جحا وقال له طب ايه هي الضمائر عند الزوجة يا جحا؟ رد جحا وقال الضمائر عند الزوجة بيتنا وفلوسنا وذهبي وعيالك. قعد يضحك القاضي وقال له ازاي يا جحا؟ قال له ايوه، لما تتكلم على البيت تقول بيتنا، بيتي انا وانت. لما تتكلم على الفلوس تقول فلوسنا، لكن الذهب لا، الذهب بتاعها هي بس تقول ذهبي ذهبي. اما العيال تقول له عيالك عيالك، علشان على طول بيعملوا دوشة وبيعملوا مشاكل، تقول له شفت عيالك عملوا ايه؟ القاضي قال له الا قول لي يا جحا، انت قلت ان اللغة العربية قهرت كل اللغات وانتصرت عليهم، وهزمتها ايه بقى يا جحا اللي قهرت وهزمت اللغة العربية؟ رد عليه وقال له المرأة يا مولانا القاضي، هي دي اللي هزمت اللغة العربية. قال له هزمتها ازاي يا جحا؟ قال له بص، جمع كلمة مرأة مش هتلاقي لها جمع، جمعها نساء، ومفرد نساء امرأة، حتى اللغة العربية مش قادرة عليهم. ده حتى الفعل المضارع يا مولانا القاضي يفضل طول عمره حر وطليق ما بين رفع ونصب وجزم لغاية ما تتصل بيه نون النسوة فيبقى مبني على السكون. شفت يا مولانا القاضي، المرأة قهرت اللغة العربية. القاضي قال لجحا طب ايه هي الحاجات اللي بتزيد كل سنة يا جحا؟ رد عليه جحا وقال له الحاجات اللي بتزيد يا مولانا القاضي 5 حاجات: الأراضي والبيوت والذهب وكرشك وخيبتك يا مولانا القاضي التقيلة. زعل القاضي وغضب جدا جدا. جحا كمل كلامه بسرعة وقال يلي ما اشتغلتش بدار القضاء. قال له قصدك ايه يا جحا؟ رد جحا وقال ايوه يا مولانا القاضي، اللي بيزيد يا مولانا القاضي الأراضي والبيوت والذهب والكرش وخيبة اللي ما بيشتغلش في بيت القاضي هنا يا مولانا القاضي. قصدي انا يا مولانا القاضي، هو في اخيب مني؟ ده انت بعتني اجيب لك عمار النجار، جيت قلت لك ولا نجار ولا بيفهم في النجارة، ايه علاقته؟ انا كنت جبته وخلاص. قعد يضحك القاضي. قال له طيب يا جحا قول لي بقى اخر سر، قول لي بقى يا جحا ازاي اعرف اللي كان بيتكلم عليا في المجلس يا جحا؟
رد عليه جحا وقال: لو لقيت مجلس وجيت دخلت المجلس، اكتر واحد هيرحب بيك في المجلس ويقول لك اهلا وسهلا ويحترمك جدا، اعرف ان هو ده اللي كان بيتكلم عليك قبل انت ما تدخل. القاضي أنعم على جحا بكيس مليان فلوس واداله كيس تاني علشان يعمل عزومة، وفعلا عمل عزومة كبيرة وعزم الواعظ وكل اللي كانوا موجودين في المسجد. وقف الواعظ وبص لجحا وقال له: يا جحا، لو انت فاكر يا جحا انك هتصالحني بطبق شوربة وحتة لحمة فانت صح جدا يا جحا. وقعد ياكل والناس كلها قعدت تضحك، وعاش بعدها جحا حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكايات زمان. سلام عليكم.